بسم الله. دلوقتي هنعمل بيتزا خبز التورتيلا. ده صوص البيتزا. ده نص كيلو طماطم جبناه وقطعناه كده، غسلناه كويس وقطعناه نصاص ورصيناه كده في صينيه، وحطينا معاه بصلايه كبيره قطعتها برضو نصين، وكام فص توم كده وحطيناهم ورشينا عليهم ملح وفلفل وشويه زيت، ودخلتهم الفرن شويتهم بقوا بالشكل ده كده. بعد ما اتشووا قعدوا حوالي ربع ساعه في الفرن. بعد كده هاخد الصوص ده هضربه في الخلاط مع دول معلقتين باربيكيو صوص او ربع كوبايه كاتشب، ولو مفيش خالص يبقى معلقه صلصه او من غير. هنا معانا كمان في التوابل معلقه صغيره بابريكا، معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، معلقه زعتر. ده كله كده هاخده وهضربه في الخلاط ناعم. كده ضربنا صوص البيتزا المشوي، هننزله بقى كده في البوله. كده معانا ده حشو البيتزا، جبنه موتزاريلا مبشوره او جبنه رومي او اي نوع جبنه انتوا عاوزينه، وممكن كمان تمشي بالجبنه القريش. معايا هنا ده شطه مخلله كده بالشكل ده مقطعاها شرايح، وده لانشون مقطع كده ناعم يعني، ودي صوص البيتزا المشوي. هنا معانا ده خبز التورتيلا، احنا عاجنينه بميه وملح وشويه زيت. لنص كيلو الدقيق عليه ربع كوبايه زيت ومعلقه صغيره ملح، ونعجن بالميه ونسيب العجينه ترتاح، وبعد كده نفردها ونسويها على الطاسه على النار. هنجيب كده العيش كده بالشكل ده، ونجيب الصوص اللي احنا شويناه وندهن كده العيش بالشكل ده كده، وبعدين نرش شويه جبنه ونحط اللانشون الشرايح او لحمه معصجه او اي خضار، ممكن برضو بالخضار. بالشكل ده كده، ونحط الفلفل المخلل او زيتون شرايح، ونمسك العيش كده ونعمله كده بالشكل ده، ونروح بقى كده في طاسة على النار. هنحط طاسة على النار ونحط فيها نقطة زيت بسيطة جدا، وندهن بيها الطاسة كده بالشكل ده، زي كده على نار هادية كده، ونسيب الجبنة تسيح. كده خلاص اهو البيتزا والخبز اتحمص بقى بالشكل ده، والجبنة ساحت كده في النص اهي مع الصوص. هنطلعه كده بقى ونقدمه كده. خبز البيتزا اهو، تورتيلة البيتزا بالشكل ده كده، هنقطعها كده، هنقدمها بقى مع صوص الطماطم المشوي.